إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 متر. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يوصلكم بثنا لهذا اليوم الجمعة الموافق 20 من سبتمبر عام 2024. كالمعتاد دائما وأبدا مستمعي الكرام، نبتدئ البرنامج العربي بنشرة الأخبار، ثم بعد ذلك نقدم لكم الجزء الثاني والأخير من اللقاء الذي أجريناه مع الصحفي السابق بجريدة إريتريا الحديثة السيد محمد علي إيمان، ضمن حلقة خاصة عددناها بمناسبة الذكرى 23 لاعتقال الصحفيين وإغلاق الصحافة الخاصة في إريتريا. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار، أبتدئها بالعناوين. مصرع 8 مهاجرين من بينهم إريتريين إثر حادثة غرق جديدة في محاولة العبور إلى بريطانيا. تركيا تعتزم نشر قوات بحرية لحراسة سفنها التي تنقب في النفط قبالة السواحل الصومالية. واللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تفصل جيتاتشو ردا من عضويتها بالإضافة إلى 16 آخرين. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. لقي 8 مهاجرين مصرعهم غرقا من بينهم إريتريين، وذلك إثر انقلاب قارب كان يقل مهاجرين غير شرعيين في بحر المانش أثناء محاولة العبور إلى بريطانيا. ووفقا لإعلان السلطات الفرنسية، تعود جنسيات المهاجرين الغرقى إلى إريتريا والسودان وسوريا وأفغانستان. وبحسب المعلومات، بدأ القارب المطاط الذي يتسع ل20 شخصا في الغرق بعد سيره لبضع ساعات وعلى متنه 59 مهاجرا. وتأتي هذه المأساة الجديدة بعد أقل من أسبوعين على أسوأ حادثة غرق هذا العام في بحر المانش، والتي خلفت 12 قتيلا من بينهم 10 إريتريين، بما في ذلك أطفال وأمهات وأزواج. وأعلنت السلطات الفرنسية أنه تم إنقاذ نحو 200 طالب لجوء خلال الأيام القليلة الماضية. هذا وبلغ عدد المهاجرين الذين لقوا مصرعهم أو فقدوا خلال محاولة العبور إلى بريطانيا هذا العام 46 شخصا. وأضافت الشرطة الفرنسية أن نحو 10,000 طالب لجوء من بينهم إريتريين تجمعوا في الساحل الشمالي لفرنسا في محاولة العبور إلى بريطانيا. هذا وشهد القناة الإنجليزي حركة نشطة للمهاجرين، وتمكن الآلاف من طالب اللجوء الدخول إلى بريطانيا، وذلك بعد أن ألغت بريطانيا خطتها لنقلهم إلى راوندا. تعتزم تركيا نشر وحدات بحرية لحراسة سفنها التي تنقب عن النفط في المياه الصومالية. ووفق ما أفاد موقع ميدل إيست آي نقلا عن مصادر، فإن تركيا ستنشر قوات بحرية مجهزة بفرقاطتين على الأقل في الصومال. وقال وزير الطاقة أربر سران بايكار أختر الأسبوع الماضي إن تركيا أبرمت اتفاقا مع الحكومة الصومالية لإجراء التنقيب عن النفط في 3 مواقع بالمياه الصومالية. وتعاني الصومال صعوبات في تأمين سواحلها بشكل كامل من القراصنة والمسلحين الآخرين، وغير قادرة على توفير الحماية والضمانات الأمنية للشركات الدولية للتنقيب عن النفط والتعدين. وتمتلك تركيا قاعدة عسكرية دائمة في الصومال توفر التدريب العسكري وعمليات أخرى. ووقعت الصومال مع تركيا في فبراير الماضي اتفاقية تعاون عسكري وتجاري تقوم بموجبها تركيا بحماية الشواطئ الصومالية إلى جانب تدريب وتأهيل القوات البحرية الصومالية. في تصاعد الأزمة بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي الحوحات، أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بقيادة الدكتور دبراتسيان جبر ميكائيل في 17 من سبتمبر
أنها عزلت رئيس الإدارة المؤقتة لإقليم التيغراي جيتاچو ردا بالإضافة إلى 16 آخرين. وجاء قرار اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في اجتماعها الذي عقدته في 15 من سبتمبر الجاري. ويتسع الانقسام السياسي بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بقيادة دبرسيان جبر ميكائيل والفصيل الذي يدعم جيتاچو ردا يوما بعد آخر. وقد يؤثر قرار الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي سلبا على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الحكومة الفيدرالية الأثيوبية وبين مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي في نوفمبر من العام 2022. من جهتها لم تعلق الحكومة الفيدرالية بعد على التوتر السياسي الذي يشهده الإقليم. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام النشرة الإخبارية لهذا اليوم. وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، كما أشرنا في بداية البرنامج تتابعون فيما يلي الجزء الثاني والأخير من اللقاء الذي أجريناه مع الصحفي السابق بجريدة إريتريا الحديثة السيد محمد علي إيمان ضمن حلقة خاصة عددناها بمناسبة الذكرى 23 لاعتقال الصحفيين الإريتريين وإغلاق الصحافة الخاصة في إريتريا. وللتذكير مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، كنا قد توقفنا في الجزء الأول من المقابلة عند الحديث عن ليلة الاعتقال المشؤومة للصحفيين الإريتريين. نتابع سويا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. في مساء 17 وليلة 18 2001 من سبتمبر تم اعتقال الصحفيين وإغلاق الصحافة الخاصة. يعني هذا جاء تزامنا مع اعتقال مجموعة 15؟ نعم، جاء تزامنا مع مجموعة 15. طيب أستاذ محمد علي، هل تفتكر أو تعتقد أن التهمة هي واحدة؟ التهمة هي تكميم الأفواه. هذا هو تهمة هي تهمة أنه هذول إذا كان أصبحوا هم معارضين سياسيين للنظام ورأس النظام، فالصحافة هي لسان حالهم، صحافة الحرة، وبالتالي الهدف هو واحد في النهاية. وبالتالي الهدف واحد هو. جميل. طيب أستاذ محمد علي، حدثنا كثيرا. أيوه. تفضل. ويمكن الإشارة إلى بعض أسماء الصحفيين الذين تم اعتقالهم في ذلك اليوم. يوسف محمد علي وزميلاه زمنفس هيلي وجبرهويت قلتا من قسط دبنة، وأمانين إسرات رئيس تحرير صحيفة الزمن، ومدهنة هيلي وتمسجن جبر يسوس صحيفة قسط دبنة، وداويد هبت ميكائيل رئيس تحرير صحيفة مقالح، وزميله ماتيوس هبت آب، وسلام نقص بياني، وسعيد عبد القادر رئيس تحرير صحيفة أدماس، وداويد إسحاق في السهاية يوهنس جشو صحيفة سيتيت، والصحفي والمصور المستقل يوسف سيوم طهاية وهو مدير سابق للتلفزيون الحكومي، وأيضا داويد إسحاق. وبالنسبة لداويد إسحاق، هؤلاء الصحفيين من يوم اعتقالهم، هؤلاء المجموعة لم تعرف مكانهم ولا عندها إسرهم خبر عنهم، ولا الرأي المحلي ولا الرأي الدولي لا يعرفون عنهم أي شيء، ولم يقدموا لأي محاكمة، إلا أن داويد إسحاق نسبة لأنه يحمل جنسية أخرى اللي هي جنسية سويدية، وكانت هناك في ضجة إعلامية حوله، وخرج ليومين تقريبا الناس شاهدته، وبعدها تم اعتقاله من جديد. فهؤلاء المجموعة لم تعرف مكانهم إلى هذه اللحظة، ولم يقدموا للمحاكمة كما ذكرنا. هنالك أيضا في اعتقالات تمت للعاملين في راديو فانا
اللي هو فانو تابع لوزارة التعليم في سنة 2009. هذه مجموعة كبيرة جدا اعتقلوا، وكانوا يقال أنه كانوا في سجن، في معتقل عد أبيتو. ولما يقولوا لك يا أخي والله كان فلان في معتقل فلان أو في هذه أقوال أنا شخصيا لا أخذ بها، لأنه من أخبر عنهم هو واحد طلع من البلد، وهو كيف طلع كمان أنا ثقتي فيه تكون مهزوزة. كل ما في الأمر هناك معتقلات سرية لا يعلمها إلا زبانية النظام. ومع عفوا أستاذ محمد علي، ولكن هذه هي الحالة الوحيدة التي يمكن التأكد منها، أو يمكن أن يجد الإنسان من خلالها خبر المعتقلين. يعني الآن النظام يتكتم على المعتقلين منذ عشرات السنين، ولا يمكن أن يصل أي إنسان مهما كانت مكانته إلى أماكن اعتقال هؤلاء المحتجزين ولا يعرف أين هم معتقلين. فالمنفذ الوحيد الذي يبصر من خلاله الأهل أو المجتمعات أخبارها، يتقصى المنفذ الوحيد الذي من خلال تتقصى الأسر والمجتمعات يعني أخبار هؤلاء المعتقلين، هم من كانوا معهم متواجدين في المعتقلات. فسواء نحن اتفقنا معها أو لم نتفق، ليس لدينا بديل آخر لتداول المعلومات إلا هذه الوسيلة أو هذه الطريقة. هو صحيح، يعني ممكن نسبيا يعني أن تقول والله هذول يعتبروا مصدرنا، لكن ممكن من كانوا معهم في الاعتقال أن يعرفوهم وأن يقول عنهم ويتحدث عنهم. أما الذين كانوا تابعين للنظام أو مثلا انفصل عن النظام أو هكذا، أنا بالنسبة لي أنا هذا يمكن قد يكون رأي شخصي، يعني لأنه ما في أي جهة عدلية، لا نيابة عامة، لا حكومة، لا محاكم، لا أي حاجة في إريتريا. وبالتالي المصدر بتاعتي دائما يكون من كان معتقل معهم وخرج منهم سواء كان بالإفراج أو سواء كان بأي شكل كان، المهم هذا ممكن أنا أخذ برأيي. أما بالنسبة اللي كان عاملين مثلا في النظام قد يكون تابوا ويكون ما قلته صحيح، لكن أنا بالنسبة لي يبقى المسألة هي إنه الدقة تكون إنه إذا كان في جهة عدلية وصلت إليهم أو أعلنت عنهم الحكومة بشكل رسمي أو قدموا للمحاكم، ولكن لم يحصل هذا. وأريد أن أضيف كما ذكرت لك إنه في سنة 2002 كان في اعتقال، من ضمنهم الأخ صالح الجزائري، وأيضا الزميل الصحفي في التلفزيون اللي هو CNN مع محمد سعيد، وأيضا كان في واحد من الأخوان في مجلة وأيضا كان واحد من الأخوان في مجلة الشعب، القانون والشعب، مصور اسمه آدم شلشل. وكان في أيضا أخونا وزميلنا جمع كميل في صحيفة أريتريا الحديثة في 2005. وفي 2009 كما أسلفت كان هناك في مجموعة اللي هم كان يعمل جروب اللي كان يعمل في إذاعة فانو تابع وزارة التعليم. تابع وزارة التعليم. هؤلاء أيضا مجموعة كبيرة وأخذوا 5 سنوات، افرج عن بعضهم، ولكن لمعاناتهم من كثرة التعذيب أو معانوه من أمراض وكذا، بعد منهم توفي وبعد منهم ما زال في السجون لم يعرف مصيره. طبعا أستاذ محمد علي، أنت ذكرت أسماء كثيرة، ولكن ما تم اعتقاله من الصحفيين والإعلاميين يكثر أو يفوق هذا العدد بكثرة، لدرجة أن البعض أوصلهم إلى 80 والبعض يوصلهم إلى 100. وأيضا هنالك نقطة مهمة، وهي أن من خرج من هؤلاء المعتقلين الصحفيين خرج وهو بحالة غير سوية. يعني هنالك أحد الصحفيين دانيال كوبروم هذا خرج وبعدها يعني فقد عقله ثم مات. يعني في هناك يعني أيضا في طريقهم إلى اغتيلوا يعني في الطريق.
فهي المعاناة كبيرة جدا. ومن ضمن الاسم شنو كان في زميل أيضا هو ممكن ما يذكروه كثيرا، هو محمد موسى ركع. هذا كان في وكالة الأنباء ومن ثم في الإذاعة، وفي فترة كده اشتغل في الإعلام، وبعدين مشى في الخدمة الدفاع الأولى الخدمة الوطنية. ومن ثم تاني لما جات مسألة النفير الدفاع عن السيادة الوطنية وهكذا في بداية الحرب الأولى، عادوهم اللي كانوا في الخدمة، فدخل الجيش مرة تانية وما طلعوه، لكن كان مصور في قوات الدفاع الأريترية. هذا أيضا مختفي. وكثيرين من الأسماء لا تحضرني، لكن ما أريد أن أقوله بالنسبة لخروج الصحفيين من داخل أريتريا هم كسر، قد يوصلهم البعض 80، المعتقلين قد يوصلهم البعض 80، واللي خرجوا من أريتريا أيضا يعني خبرات إعلامية ما لها عدد. أنا أذكر على سبيل المثال الأخ سعيد عبد الحي، هذا من الكوادر اللي كانت في الميدان. هذا الشخص يعني الرجل ذا مقدرة فريدة جدا، يعني زول مترجم، هو ترجم كتاب يعني لا حتى لا نفترق للكاتب ألم سجد، وهذا مرجع كبير جدا يعني في التاريخ الأريتري الحديث. وأيضا عراب الإعلام الإريتري في فترة النضال لعبد هيجي أحمد محمد عمر أيضا هو خرج، يعني هذا من صوت الجماهير كان في الساحل، وغيرهم يعني أنا لا أريد، يعني أنا مثلا أنا ما أذكر من أسماء مرت علي، أذكر يعني ممكن إذا الزمن لا يكفينا ولا كنت ذكرته، يعني في حوالي 56 اسم أنا يحضروني في وزارة الإعلام زملاء لي، ديل كلهم خرجوا. إذن ماذا تبقى مثلا للإعلام الأريتري؟ الليلة الإعلام الأريتري اليوم يعتمد على منتسبي الخدمة وأولاد صغار في السن، وهذه من الإشكاليات اللي ما تؤدي أيضا مع التعتيم الموجود ومع التخلف الموجود في وضعية أريتريا والاقتصاد المدمر والبلد ما فيها قانون، ما فيها دستور، ما فيها أي حاجة. أستاذ محمد علي، باعتبار أنك أنت كنت واحد من هذه الكوكبة أو من مجموعة أو من قبيلة الصحفيين، بكم تقدر مثلا أو كم يكون عدد الصحفيين المعتقلين، وأيضا بكم تقدر عدد الصحفيين الذين غادروا إريتريا، عشان نأخذ نسبة تقريبية لمجموع المعتقلين مع مجموع من غادر البلد، وبالتالي يعني نقف على حجم الكارثة الحقيقي لهذه المؤسسة الإعلامية. والله يا أخي المؤسسة الإعلامية البلد أول أفرقت، يعني مش من الصحفيين فقط، من كل كوادرها الإبداعية، من خبرات إعلامية، من خبرات هندسية، من خبرات في مختلف المجالات. نحن في سنة 2007 لا بعد الحرب في سنة 2007 تقريبا 2007 يعني مجموعة كبيرة جدا من الطلاب الخريجين من جامعة أسمرة أتيحت لهم فرصة في جنوب أفريقيا لتحضير رسائل الماجستير، وهذه كانت الكوكبة اللي أنتجتها الدولة الأريترية بعد الاستقلال، يعني بكل إمكانياتها البسيطة. يعني هذول خريجين يعني أكثر من 70 واحد كفاءات لم يعد منهم مشوا عشان يحضروا ماجستير، لم يعد منهم إلا ما يعد بالأصابع اليد، يعني 20 واحد من كم و70. فهذه كارثة. يعني بعد منهم الآن هم دكاترة في الجامعات الجنوب أفريقية، وبعد منهم هاجر إلى أمريكا وإلى أنحاء العالم. كفاءات المثال من الإنتاج اللي كان موجود بعد الاستقلال، كفاءات بتخدم في مجتمعات أخرى. لكن أستاذ محمد علي، برأيك يعني ما هي الأسباب اللي خلت هذا الكم الكبير؟ وما جاوبتنا على السؤال الأول اللي هو بكم تقدر عدد الصحفيين اللي خرجوا. أستاذ محمد علي، طبعا جاوبنا أول على السؤال كم عدد الصحفيين الذين خرجوا من إريتريا حسب تقديراتك وتقديرات الزملاء، وكم تقدر الصحفيين أيضا وراء القضبان في المعتقلات الإريترية، لنقف على حجم الكارثة. هذا أولا. السؤال الذي يليه هو هذا الكم الذي خرج من إريتريا من الصحفيين ومن الكفاءات والخبرات العلمية التي كان مفترض أن تدير عجلة التنمية في إريتريا،
ما هي الأسباب الحقيقية أو برأيك ما هي الأسباب الجوهرية اللي خلتهم يغادروا إريتريا أو خرجوا بإذن الحكومة الإريترية لتلقي تعليمهم العالي وما رجعوا؟ إيش هي الأسباب الجوهرية؟ أولا لو بالنسبة للعدد الصحفيين الموجودين المغيبين الآن ما عندي أسماء يعني أستحضرها، لكن ما أعرفها أنا أكثر من 20 واحد، هدول مغيبين تماما. ما يحضرني من أسماء يعني أستطيع أن أسميهم بأسمائهم إذا سمح الوقت. من 20؟ لا من اللي خرجوا أنا ما أعرفهم. أنا في كل قارات العالم 56 صحفي كانوا في وزارة الإعلام أعرفهم بأسمائهم. كنا نتمنى أن تذكر هذا العدد، ولكن ضيق الوقت لا يسمح بذكر الأعداد التي ذكرتها. يكفينا أن نأخذ الرقم أنه أعلى من أكثر من 50، والبعد أوصله. وكنت في نقاش مع أحد الصحفيين قال أنه يعرف أكثر من 100 شخص ممن عملوا في دائرة الإعلام في اللغات المختلفة هم موجودين الآن في خارج إريتريا. نعم، هذه ما ذكرته هو الحقيقة هي أستاذ إدريس. يعني كمية الكادر البشري من الإعلاميين وغير الإعلاميين ليس بالعدد القليل. يعني اليوم أريتريا تفتقر إلى الخبرات يعني، وما يوجد فيها من خبرات أيضا ما عنده الصلاحية على أساس أو ما تتاح له الفرص على أساس يبدأ، على أساس أنه ينتج، على أساس يقول. يعني أريتريا اليوم، وإذا سمحت لي أنا أريد أن أشير إلى نقطة مهمة وهي جوهر الإشكالية في أريتريا. تفضل. المشكلة في أريتريا هو غياب الدستور. بلد تحكم بدون دستور 30 سنة، أكثر من 30 سنة بلد ما عندها دستور. ونحن في التعريف بالنسبة للدولة يعني جغرافيا وسكان وإيش وسيادة، أديلها 3. لكن الدولة في حد ذاتها يكون دولة ذات مؤسسات تشريعية وتنفيذية وعدلية. أضف إليها الجانب الإعلامي اللي هو موضوع حديثنا اليوم. فهذه السلطات ما موجودة في أريتريا. ما في دستور، ما في قضاء، ما في دستور أنت تستنبط منه كل القوانين. فإذا كان ما في دستور ما في دولة. اليوم أنت بأي قانون أنت تطالب مثلا السياسة. أنا ما عندي مشكلة مع السياسة أو من يحكم أريتريا. أنا عندي مشكلة لأنه في أريتريا ما في قانون، ما في دستور. إذا ما في دستور معناته ما في دولة. بأي قانون أنت حتحاكم الناس. لو الليلة أنا مشيت لوزيرة العدل وقلت لها يا أخي أنت ما تحاكم الناس ده وين ما أجهزتك العدلية وكذا، هي أيضا ستقوم باعتقالك كما حصل من قبل. يعني جاء إليها ذات مرة بعض الأشخاص يسألوها عن معتقلين فكان مصيرهم الاعتقال. هو هذيك قصة طويلة كمان. يعني في مجموعة كم 20 واحد يعني قالوا له يا أخي المدرسين اللي اعتقلوا مثلا في كرن وطلاب المعاهد وغيره وكذا فقالت لهم يا أخي ادوني الأسماء وكذا. ففي واحد كم 20 اسم كده جوها تم اعتقالهم ومن ثم أفرج عنهم بعد سنين. يعني لأنه إيش هي وصلت القائمة على أساس أنه هي قد تكون نحن لا نسي النية لكن هي كان قدمتها يعني. وهذه الأسماء كلها اعتقلت. فهي حتى في حد ذاتها ما في، هي بحكم أنه هي وزيرة عدل وكذا الناس مشت لها. فهو ذاته حتى كل الأجهزة. أنا بالمناسبة إذا كان ما في دستور في الدولة ما في جهة تلتجي إليها، وبالتالي يبقى شنو الإشكالية؟ عندك إشكالية قانونية. أنت هذه الدستور يعتبر أعلى قانون في الدولة، وبعدها تجي الاسم. وما في دولة في العالم
ما عندها دستور. أنت إذا كان ما عندك دستور تمشي بعراف، تمشي بمزاجك، يعني كيف ما يصير، ما تبقى هذا الشيء، ما يبقى. ولذلك لما طالبت مجموعة ال15 بتفعيل الدستور مع علاته تم تغييب هذا الدستور، لأنه يعتبر أعلى مستند تشريعي يتحاكم الناس بموجبه أو تدار الدولة بموجبه. فإذا لتكريس سلطة الرجل الواحد ولتكريس سلطة القمع والدكتاتورية يتعمد النظام أو رأس النظام أنه لا يكون لهذا البلد دستور، ولا تكون هنالك مؤسسات قانونية أو مؤسسات عدلية، وبالتالي يفعل ما يحلو له وفق مزاجية معينة، ولهذا يتم تغييب الدستور ويتم تعطيل القوانين. صحيح ما قلته يا أستاذ، لكن أنا أضيف شيء بسيط، يعني اللي هو بالنسبة للنظام، النظام صراحة هو لا يريد أي دستور، ولا يريد أي صوت معارض. فالإشكالية يقول لك يا أخي والله الشماعة الموجودة أنه نحن العالم كله يحاربنا. أنت مين يحاربك؟ العالم. أنت زيك وزي أي دولة، ما أفضل من كل البشر. العالم ده كله واحد هو، يعني ما في واحد أفضل من الثاني. كل دول العالم عندها دساتير، عندها اسم شنو، عندها قوانين، لكن نحن نعلق شماعتنا دائما في الغير، وهذه من أكبر إشكالياتنا. لماذا تعليق الشماعة؟ نحن نعمل دستور، خلينا نتحاكم إليه، خلي أسمع الرأي والرأي الآخر، لأنه هذه مش مؤسستي أنا، هذا مش يعني بيتي أنا. حتى في بيت اليوم في العالم الحديث، حتى في بيتك ما عندك السلطة الكاملة، ناهيك من دولة وشعب. فمشكلة إنه تعليق الشماعة على العدوان الخارجي والحصار، وهذا حالة طوارئ تحصل في أي دولة، حالة الطوارئ تحصل في أي دولة، يمكن أن تكون محدودة، لكن نحن دولة ما فيها دستور. وحتى خلينا نكمل تفضل. مسألة الدستور إنه كان بعلاته أجازه البرلمان الأريتري، والبرلمان هو برلمان معين في بداية الاستقلال. طبيعي إنه البرلمانات تعين على شكل لجان، على شكل اسمه شنو، يعين البرلمان، ما فيها شيء، من كبار القوم ومن هم أعلى في الفهم منهم يعني. فالبرلمان أجاز هذا الوثيقة الدستورية بكل علاتها. الطفل لا يكون رجلا في لحظة واحدة، ولكن يتربى في مراحل، يتدرج. فممكن تغيير الدستور، يعني الدستور الأمريكي يتغير كم مرة من عهد واشنطن. لكن يبدو لي أن النظام يسعى لهذا الأمر، ويجعل من العقوبات الخارجية، لا نقول العقوبات الخارجية وإنما التآمر الخارجي، وأيضا إلصاق تهمة الخيانة العظمى بالمواطنين، يجعل منها فزاعة أو شماعة لأجل ضغضغة مشاعر الشعب الإريتري، وبالتالي البقاء في سدة الحكم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أو إلى أمد غير معلوم، يعني إلى أجل غير مسمى. أستاذ محمد علي، في خواتيم هذا اللقاء يا حبذا لو أعطيتنا يعني تصوراتك أو مرئياتك حول مستقبل الإعلام في أريتريا، أو ما سيؤول إليه الإعلام في هذا البلد. اسمح لي أستاذ إدريس، قبل الحديث عن ما يؤول إليه الإعلام، تفضل. أريد أن أشير إلى أهم فقرات في ميثاق حقوق الإنسان. المادة الأولى: يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة الإنسانية والحقوق وإبداء الرأي والفكر وغيره. وأيضا في المادة التاسعة: لا يجوز اعتقال إنسان أو حجزه، يعني هذا تحدثنا إليه فيه، يعني لأنه الاعتقالات الموجودة يتم بموجب القانون. أيوة، تكون بموجب القانون. المادة 11: كل شخص متهم بجريمة هو بريء حتى تثبت إدانته بهذه الجريمة وفقا للقانون. القانون مخيب، بالتالي ما في يعني مستند يعني نعاقب به الإنسان. إذن نحن في بداية قبل كل شيء اللي هو يعني كيف نفعل الدستور،
تفعيل الدستور لا يأتي من فراغ ما لم يؤخذ رأي الشعب، ويكون للشعب رأي، ويكون للشعب كيان، ويكون للشعب حرية، ويكون للشعب إسهام في بناء الدولة في كل مجالاتها التنموية، التعليمية، الثقافية، الاجتماعية. إذن أي تغيير يعني قادم في أريتريا لا يكون إلا بإسهام الشعب، رأي الشعب في النهاية. هذه الزوبعة اللي احنا موجودين فيها، وهذه الفزعة اللي احنا موجودين فيها، انه النظام يتحكم. النظام لا، لكل شيء النهاية. لو كان مثلا يبقى لهم لما وصل إليهم، لكن ما يجب على الشعب الأريتري هو أن يلتف حول مصالحه، وأن يحمي وطنه. يحمي وطنه كيف؟ كل الناس يجب أن تسهم. تسهم في ماذا؟ تسهم في بناء الوطن، تسهم في التغيير، تسهم في تفعيل المؤسسات القانونية، المؤسسات الاقتصادية. البلد لا التغيير لا يأتي من فراغ. كيف تسهم وهي يعني طريدة شريدة في أصقاع العالم؟ من يسهم في المؤسسات الدولة وفي التطوير وفي إقامة النهضة هو من يتواجد داخل أرضه، ولكن هذا النظام بطريقة وأخرى هو يتعمد إقصاء هذا الشعب بممارسة أقصى الضغوط التي تجعله يغادر بلاده، وبالتالي ينتفي ما تقوله أستاذ محمد علي. صراحة قد ينتفي يعني عند البعض، لكن أبدأ مني. يعني أنا ما كنت أحبذ أن أخرج من أريتريا، وخروجي كان من أكبر الأخطاء. يعني أنا أقولها الكلام هذا، أنا أدين نفسي أولا قبل كل شيء، إنه خروجي من أريتريا ما كان صحيحا. وبالتالي أنت الآن تقودنا إلى نقطة أخرى هي عدم الخروج من البلاد، وهذا موضوع طويل ربما الآن لو فتحنا فيه الباب لن يسعنا الوقت المواصلة فيه. لكن دعنا نرجع للنقطة الأخيرة أستاذ محمد علي، وهي مرئياتك بالنسبة للإعلام الإريتري مستقبلا. أنا اسمح لي قبل أن أقول مرئياتي في الإعلام، مسألة خروج الشباب الأريتري اليوم. سياسات اللي قاعد تمارس هي إفراق هذا البلد من شبابه، ولا وطن ما لم يكن فيه شباب. أنا أدعو كل أحرار أريتريا أنه يعملوا من أجل تغيير هذا الوضع. كيف؟ ما هي الآلية؟ ما هي الآلية التي يعمل بها لتغيير هذا الوضع؟ الآلية أنا لا أعطي هكذا يعني آلية جاهزة، لكن الناس تبحث، الناس تفكر، الناس تبدع. النضال هذا لم يأتي من فراغ، النضال هذا جاء ب10 بندقية ومجموعة من الرجال يعني كانوا مخلصين لوطنهم في بداية تفجير الثورة الأريترية أو بداية الكفاح المسلح إلى أن وصلنا ما وصلنا إليه. إذن خطوة 1000 ميل تبدأ بخطوة واحدة يعني. فالناس تعمل، تكون مخلصة لوطنها. كل واحد مننا يتجرد من أجل العمل لبناء وطنه. يعني هذا النظام الموجود ما هيكون لأبد الآبدين. ولا تكره وطنك لأنه فيه واحد، يعني أنت لأن إذا ما عندك وطن ما عندك كرامة. طبعا هذا كلام صحيح، ما قال من ليس له وطن لا كرامة له. وربما أنا أحمل كلامك على محمل آخر، وهو أننا نكون على استعداد من مواقعنا التي نحن فيها لتحمل المسؤولية في قادم الأيام حينما يتغير هذا النظام وتكون إريتريا مهيئة لوضعية جديدة. ينبغي الناس أن تستعد لهذه الوضعية. أخذ ما قلته جميعا في هذا الاتجاه وأحمله على هذا المحمل. تفضل. صحيح ما ذكرته، لكن لا يأتي، نحن لا ننتظر دائما يعني أشياء جاهزة. يعني لا بد من بذل الجهد. يعني إنه ليس التغيير، ما بعد التغيير
ما بعد التغيير؟ ماذا نحن عددنا لما بعد التغيير؟ هذا سؤال كبير جدا يجب أن يقف عنده كل واحد مننا. جميل. قبل أن أختم حديثي، ربما يعني مستقبل الإعلام في أريتريا أو مستقبل الصحافة في أريتريا، سألتني هذا السؤال، ولكن أريد أن أقول إنه ما لم تفعل المؤسسات بتاع الدولة الرسمية من دستور ومؤسسات تشريعية ومؤسسات قانونية، لا يمكن أن تكون هناك صحافة في أريتريا أو صحافة نحلم بها في المستقبل. وهذا لا يتأتى في ظل هذا النظام. هذا النظام هو قد يقول أنه أنا عندي كراهية مع فلان وعلان. لا، أنا ما عندي كراهية، عندي كراهية مع النظام المجموعة دي المتحكمة في رقاب الشعب بدون قانون، بدون سلطة تشريعية، بدون سلطة، يعني ما عندهم أي شرعية. الشرعية هي شرعية ثورية، الشرعية الثورية انتهت. نحن الآن في بناء دولة، هذه الدولة يجب أن يساهم فيها كل مواطن. لا أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي، لأوقدت لو نفخت على نار ولكن تنفخ على رمادي، هكذا قال الشاعر. إذن معنى كده هنالك صورة ظلامية أو سوداوية للإعلام الإريتري، طالما أن هذا النظام جاثم على صدور الشعب الإريتري، وطالما أن هذا النظام باق في إريتريا. وبالتالي التطور الحقيقي للإعلام الإريتري مستقبلا يأتي من خلال بناء مؤسسات الدولة في أنماطها المختلفة، وهذا لا يمكن أن يتأتى في ظل النظام الحالي. وإذن لا بد من زوال النظام وبناء مؤسسات تشريعية أو مؤسسات الدولة في متكاملة. عندئذ يمكن أن يكون الإعلام إعلاما متطورا وإعلاما هادفا في إريتريا. هذا ما تقصده الأستاذ محمد علي؟ أنا لا أريد أن أزيد على ما ذكرته، وأختم حديثي أنه أتوجه بالدعوة لكل مواطن حر أريتري أن يتذكر دائما أخوانه خلف القضبان وفي المعتقلات، وأن يتذكر كل أم أريتريا يوم من الأيام، يعني هي قد لا تكون في قيد الحياة إلى الآن، يعني من أمهاتنا، أن يتذكر هذه المرأة التي كانت تعشي السوار وهي تطحن في ظلام الليل بدون كهرباء في ريفها ليتغذى الجندي المقاتل الذي كان يحارب من أجل تحرير أريتريا. ونتذكر كل شهداءنا في هذه المناسبة، هي سبتمبر، نحن في سبتمبر، أن نتذكر شهداءنا الذين ضحوا بدمائهم بدون أي مقابل من أجل أريتريا حرة أبية ينعم فيها مواطنيها. وأن نتذكر دائما أن كل بيت أريتري فقد عزيزا له في هذه الحرية. الحرية لم تأتي، ما جاءت باسم الجبهة الشعبية ولا جاءت باسم الشعب الأريتري، وكل من ماتوا فيها هم أريتريون من كافة الشرائح الأريترية ومن كافة المجتمع الأريتري. لهذا يعني أقول في هذا اليوم يجب أن نكون مستعدون لبناء أريتريا وتوريثها للأجيال القادمة سليمة مسلمة، وهذا الوضع نأمل أن يزول. ختاما نترحم على شهداء أريتريا والمجد والخلود لهم، وشكرا لإذاعة أرينا، وشكرا لك أستاذ إدريس على إتاحتك لي هذه الفرصة في هذه المناسبة العظيمة، وكلنا أمل أن نلتقي في أريتريا التي ننعم فيها بحرية الكلمة وبدولة مكتملة المؤسسات. وشكرا أستاذ إدريس على إتاحة هذه الفرصة في إذاعة أرينا الدولية. ونحن بدورنا نشكرك السيد محمد علي إيمان على قبول الدعوة لإجراء هذا اللقاء.
هذه إذاعة إرنا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، كنتم فيما مضى مع حلقة خاصة بمناسبة الذكرى 23 لاعتقال الصحفيين وإغلاق الصحافة الخاصة في إريتريا. هذه إذاعة إرنا. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. مصرع 8 مهاجرين من بينهم إريتريين إثر حادثة غرق جديدة في محاولة العبور إلى بريطانيا. تركيا تعتزم نشر قوات بحرية لحراسة سفنها التي تنقب عن النفط قبالة السواحل الصومالية. واللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي تفصل جيتاتشو رداء من عضويتها بالإضافة إلى 16 آخرين. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء في إذاعة إرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا.